السلام عليكم، اهلا بكم معايا في قناتي تبليط زمان. النهاردة هنعمل مع بعض الترند التيك توك والترند اللي قلب الدنيا كلها، المكشكشة. بتتباع غالية جدا برا، هنعملها في البيت بأقل الامكانيات وبأقل مجهود. طبعا هي سهلة جدا على فكرة. هنجيب معانا لفة جلاش، وهنجيب الجلاش بتاعنا ورقة ورقة كده، ونعمله زي المروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورق، زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. مفيش اسهل من كده. والصينية بتاعتنا، وهنجيب الورق ده، الورق ايه، هنجيب الجلاش اللي احنا عملناه شبه المروحة ونفرده في الصينية بتاعتنا. وبعد ما نكمل الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم، يا طريقة الكشكشة سهلة، هنجيب السمنة السايحة بتاعتنا وهندهن كل الجلاش. يعني حاولي تغرقيه سمنة كده علشان انتي اصلا ما حطيتيش بين الطبقات سمنة. يعني انا السمنة اللي باقية دي هرشها كده عليه. مفيش اسهل طبعا من كده. بعد كده هندخله الفرن 10 دقايق لحد بس ما ياخد لون بسيط كده. هتلاقي ورقة الجلاش نشفت معاكي. هنقوم مخرجينها من الفرن ونعمل بقية الخلطة. هنا بقى عبال هي ما تخرج من الفرن، هنجيب كوباية كبيرة من اللبن، وعليها معلقتين كاستر، او كوبايتين لبن عليهم معلقتين كاستر، وعليهم معلقتين سكر، وعليهم كمان بيضة واحدة. اظن الوصفة مش مكلفة، بتتباع بره على ما انا سمعت، آه، يعني من 300 جنيه وطالع لفوق. في ناس بتقول ب500، وفي اسعار خيالية يعني. هنا هنقلبها وهي خلاص خرجت من الفرن. هننزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه ده، خليط الكاستر. في بتتعمل بالباستري كريم، يعني في بتتعمل بحاجات تانية برضو. هنا جبنا الحاجة اللي مش هتكلفنا كتير يعني. وبعد ما رشينا عليها الخليط كله، هنروح بقى طبعا نوديها الفرن لحد ما الخليط بتاعها يتشرب وتوصل معانا للون ده. هنجيب بقى الشربات البارد اللي احنا حاطينه في التلاجة، وهننزل عليها نسقيها على طول. وبكده المكشكشة خلصت معانا. هنحاول ان احنا نسيبها تهدى شوية، وبعد كده هنقطعها وتقدموها بقى، ترشوا عليها مكسرات زي ما انتوا عايزين. انا محطتش عليها حاجة، سبتها لكم بشكلها كده تشوفوه يعني. وهي كده معانا اهي، ما شاء الله. تحس ان انت حشيها حاجه من جوه، مع ان انت ما حشيتهاش حاجه، انت رشيت عليها بس الخليط. جميله جدا، طعمها حلو. آه، اعمليها في البيت، مش هتكلفك حاجه. ولو عجبتكم الوصفه، لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم.